السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي فاطمة. لو عايزين بسكوتة دايبة دوب زي دي، وحشنا بسكوت العيد، وحشنا العيد وايامه الحلوة. يلا بينا نعمل البسكوتة دي مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه. عندي كوباية سمنة بلدي بالمج الشاي العادي بتاعنا اللي بنشرب بيه الشاي. كمان عليها الكوباية سكر بودر. وبجيب المضرب بتاعي واضرب فيهم كده. طبعا نفضل نضرب لحد ما يتجانس كله مع بعضه ويديني اللون الكريمي والشكل الكريمي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. خدتي بقى 10 دقايق، 12 دقيقة على حسب. تمام. كمان انا عندي بشر برتقان، يعني معلقة صغيرة مش كتير. وعندي 3 بيضات. بنزل بالبيض واحدة واحدة، انزل البيضة واحدة واضربها لحد ما لونها وشكلها كله يروح من عندي. والبيضة التانية بنزل برضو بالبيضة التانية واضرب لحد ما تختفي خالص. وننزل بالبيضة التالتة واضربهم، وهكذا. بفضل بالمضرب شغالة اضرب لحد ما احس ان خلاص كل السكر اللي عندي داب. نجيب اسباتيولا نلم كل الحاجات اللي في الجنب، كل اللي عندي في الجنب دوت، وانزل بالمضرب برضو اضربهم. وعندي كيس فانيليا برتقان. احنا النهارده حبايبي عاملين البسكوت بالبرتقان. تمام. بنكهة البرتقان عندي ربع كوباية عصير برتقان، عليها معلقة صغيرة نشادر. بقلبها كويس قوي زي ما انتوا شايفين، فارت معايا وعملت الفوران دوت كأنها صودا. برضو بقلب بسباتيولا كل الحاجات اللي في الجنب كده. خلاص عندي الخليط جاهز. بجيب 500 جرام دقيق، وعليهم معلقة صغيرة خالص بيكنج باودر. وطبعا في ذرة ملح، بس انا حطيتها حطها في الدقيق وما ما حطيتهاش قدامكم. وبقلب بالاسباتيولا، ما بستخدمش ايدي خالص في الوقت ده. انا مش عايزه طبعا اعجن العجينه، لا عايزه المها. وبقلبها. تمام. زي ما انتم شايفين معايا، لقيتها محتاجه معلقتين دقيق، حطيتهم وقلبت برضو زي ما انتم شايفين. انا بقلب بس بحيث ان العجينه تتشرب الدقيق. ما بعجنش عشان ما تعملش معايا عرق. ما بلتش في العجينه لا خالص. حتى لو شايفين ايديا يعني بتلمس العجينه من بره بس كده. خلاص هي جاهزه معايا. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله تحفه. وبتجيب المكنه بتاعتنا كده ونقطع البسكوته، برص في الصينيه من غير دهن ومن غير اي حاجه، لان احنا طبعا كميه السمنه والسكر اللي في الدقيق اللي في البسكوته كافيه ان هي ما مش محتاجه دهان، وكافيه ان هي تطلع من الصينيه لا مش هتلزق. وبقطع كده كل البسكوته تكون متساويه، كل بسكوته زي اختها، ما فيش واحده اصغر من التانية ولا واحده اكبر من التانية. تمام. زي ما انتم شايفين ده النص كيلو 500 جرام. طلع معايا طبعا الصواني دي كبيره جدا، دي صواني الفطير على فكره، اللي هي بتعمل فيها الفطير المشلتت الكبيره قوي. تمام. وادي البسكوته زي ما انتم شايفين بتتكسر معايا بكل سهوله، دايبه دوب وخفيفه جدا وهشه. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده. ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب، ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.